مين بقى قال اللي الأكل لازم يكون فراخ أو لحمة؟ أنا بقى النهاردة هعمل أكلة من الزمن الجميل وهتفكرنا بالزمن الجميل وكلنا كنا تايهين عنها. يلا بينا كده نحط اللايك الحلو الجميل وما ننساش نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. اول حاجه معايا انا جبت معايا الحمص العادي خالص بتاع الاكل، نقعته كده، انا كنت نقعاه معايا من بالليل وخدته صفيته زي ما انتوا شايفينه كده. اخده بقى واحطه معايا مع ميه مغليه لحد ما يغلي ويستوي. انا عايزاه يستوي بنسبه 80 كده في المية. خدته اهوت، شايفين وانا بعمل اهوت التست بتاعه ولقيته لسه عايز تسويه ولسه ناي. هو بياخد سوا شويه جامد، فانا خليته يستوي كمان شويه. وبعد كده جبت بقى معايا الطاسة او جبت معايا كمان صينية صغيرة، اي حاجة انت عايزة تعملي فيه. جبت كده معلقة سمنة كده حلوة وعليهم بصلاية متقطعة صغير وخدتهم كده شوحتهم معايا. وبعد كده نزلت معايا بفصين من الثوم المهروسين، خدتهم برضو كده معايا تشويحة. وبعد كده نزلت معايا بالحمص بتاعي، كان استوى بنسبة كده 80%. صفيته وخدته وحطيته. هاخده كمان معايا كده تشويحة مع البصلة والثوم. بصي الريحة خطيرة. حطيت معاهم بقى حبة فلفل أسمر وخدتهم كمان تشويحة معايا. وبعد كده نزلت معايا بعصير الطماطم، خدت الطماطم برضو فضلت أقلب فيها وأشوحها مع الحمص ومع البصلة ومع الثوم، وهتشمي أحلى روايح. تسيبها بقى لحد ما تستوي ولحد ما تتسبك معاكي. شايفين انا كل شويه بفتح عليها. بعد كده حطيت معايا معلقه صغيره من السكر، وحطيت بقى كمان، انا اختلفت بقى عن ايام زمان، حطيت كده ربع معلقه صغيره من البابريكا كده تدي معايا تست كده وتعلي معايا التست. قلبتها معايا كمان. وبعد كده نزلت معايا بالملح بتاعي وبرضو قلبت وسبتها شويه برضو لحد ما حسيت ان الحمص بتاعي استوى تماما. جبت بقى معايا البيض، وعلى قد بقى افرادك بقى كلها حط البيض على قد ما انتوا هتاكلوا. حطيت معايا البيض بتاعي اهو، عملت فراغات وحطيت بيضة بيضة. من الزمن الجميل بجد. انا افتكر لما كنت بقف على عيد تيتا وهي بتعمله، بصراحة كانت مميزة فيه جدا وبتعمله جميل جدا. وانا حاولت على قد ما اقدر اعمل بنفس طريقتها بالظبط، ويا ريت كلنا ندعي لها بالرحمة. وبعد ما حطيت البيض بتاعنا حطيت بقى رشيت من فوق كده رشة ملح ورشة فلفل اسمر، وقفلت عليه بقى الصينية بتاعتي او الطاسة لحد ما البيض يستوى تماما خالص مع الحمص مع كله. بصوا الريحة والطعم خطير. دخليها بقى، عايزة تدخليها الفرن تاخد كده وش من فوق خفيف خالص، دخليها. عايزة تاكليها كده كليها، وفي الحالتين هو خطير. شايفين شكله طلع خطير بجد. جربوه والله العظيم مش هتندموا من حلاوته ومن طعمه الجميل وتغيير كمان، وحاجة كده جديدة من زمان اوي ما كناهاش. شايفين رهيب ازاي؟ شايفين بيطلع باللقمة مع حبة خضار بقى او مع حبة مخلل. بصوا رهيب. شايفين اصلا شكله عامل ازاي؟ وزوقته كده من فوق بحبة كده بقدونس مع الخضرة بتاعك، اي خضرة انت عايزاه حطيها جنبه وكلي بقى احلى اكلة بجد. هتأكلك بطريقة رهيبة، بس تكوني محضرة معاكي عيش كتير. جربوها وقولولي رأيكم في الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد، وربنا يحسن ما بين ايديكم.